السلام عليكم، نتمنى تكونوا إن شاء الله بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. كيف ما كتشوفوا معايا من العنوان غادي نوجدوا بيني اسهل حاجه ممكن توجديها الكوتي، بيضه وحده وكميه ما شاء الله كيجي خفيف وما كيتشربش الزيت. فاذا كنتوا اول مره كتشوفوا قناتي شغم بلاد فما تبخلوش عليا بلي لايك وبالاشتراك معي في القناه والضغط على زر الجرس باش توصلوا باي جديد. مرحبا بكم. وان شاء الله الوصفه ديالنا غادي نحتاجوا 300 غرام ديال الدقيق، قصه ديال الملح، 2 معالق ديال السكر سنده او السكر الخشن. غادي نزيد عليهم كذلك معلقه صغيره ديال الخميره ديال العجين، بيضه وحده بحراره ديال المطبخ. كنخلط الكل. غادي نزيد عليهم كاس عنبه ديال الحليب اللي يكون دافي. غادي دائما القياس بكاس ديال العنبه. من بعد ما جمعت العجينه ديالي راه كتلتصق مزال في اليدين، غطيتها بالفيلم اليمونتاغ وغادي نخليها ترتاح واحد 15 دقيقه. هذه هي من بعد ما دازت 15 دقيقه غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره ديال الزبده تكون بحراره ديال المطبخ. غادي نحاول نخدم العجينه ديالي حتى كتشرب ديك الزبده وغادي نعاود نخليها ترتاح واحد 30 دقيقه. السر ديال النجاح ديال البنيه ديالنا هو في المده ديال الاختمار ديالو، يعني نعطيوه الوقت الكافي باش كيختمر. هذه هي العجينه ديالي. من بعد ما اختمرات غادي نديكازيها وغادي نسرحها فوق البلون طرافاي مع رشه ديال الدقيق. غادي نطلق العجينه بالمدلك، ما تكونش السمك رقيق وما يكونش حامض غليظ، يعني تجي بين وبين. ونفس الكاس باش عبرت الحليب هو نفسه باش عبرنا الدقيق، وكاس ديال الحليب راه كان كافي بالنسبه ل3 الكيسان ديال الدقيق، يعني 300 غرام ديال الدقيق راه شبيتها بكاس ديال الحليب اللي كيف ما قلت لكم راه كافي. انا من بعد ما سرحت العجين ديالي كنقطع هاد لي بينيات ديالي. الحجم ديالهم كيبقى لكم واش كبار ولا صغار، وهادو كنوريكم بلي الحجم ديالهم ماشي رقيق وماشي غليظ عاود. هنا كنحتفظ بدوك الكرات اللي كنحيد العجينه من الوسط كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نغطيهم وغادي نخليهم عاود يختمروا واحد 10 ديال الدقائق. هنا نسمت السنيده ديالي اولا سكر سنيده، زدت عليه ساشا ديال الفاني باش كتجيني النكهه ديال الفانيلا يعني باينه في لي بيني ديالنا. من بعد ما كنطيبهم كنفندهم هكا سكر ديال سنيده. فهادو هما من بعد ما اختمروا، يعني راه الزيت كتسخن عاود ما تكونش سخونه بزاف باش ما كيتخطفولناش، سيرتو انهم فيهم السكر ونردوه معاهم البال راه دغيا كيتحرقوا. هنا من بعد ما سخنت الزيت واحد شويه كيف ما قلت لكم بديت ندير حبات ديال لي بينيات ديالي ودائما كنرد معاهم البال باش ما يتحرقولناش. ولا طيبتها يعني من بعد ما كنشوفهم في البابي ابسوربون وراه تشربوش الزيت نهائيا. كيف ما قلت لكم بعد ما كينشفوا هكا من ديك الفائض ديال الزبيده اللي كيكون فيهم كنفندهم في سنيده اللي وجدناها مع سكر فاني. كيف ما قلت لكم يعني باش كيجيونا منسمين بالنكهه ديال الفانيلا. كيف ما كتشوفوا معايا هما الوالي اللي طيب يعني مباشره هما مازالين سخان كنفندهم في سكر سنيده كيف ما قلت لكم باش كيبقى لاصق عليهم. وبنفس الطريقه كنكملوا حتى كنكملوا كميه ديال لي بيني اللي عندنا، وبنفس الطريقه ودائما كنردوا البال مع الحبات اللي كاينين في المقله باش ما كيتحرقولناش. كيف ما قلت لكم راه ما كياخذوش الوقت في الطياب. وبنفس الطريقه يعني حتى كنكملوا كميه اللي عندنا وراه ما شاء الله كتخرج كميه ما شاء الله. سورتو انني قطعتهم يعني بقطعه اللي هي صغيره، قطعتهم بالحجم ديال القطعه اللي هو كبير، بطبيعه الحال غادي تخرج لكم كميه اللي هي صغيره. هادو هما من بعد ما كملت صراحه كيجيو من اروع واسهل حاجه ممكن اننا نوجدوها للكوتي، وكيجيو خفاف، واهم حاجه انهم كيجيو لذاذ. كنتمنى ان الفيديو يكون خفيف ظريف على قلوبكم. هنا قطعت لكم واحد الوحيده باش كتشوفوا كيفاش كيجي لداخل، كيجي فريمون مهوبي وخفيف كيف ما قلت لكم ما كيتشربش الزيت. وهذا ما كان. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويكون خفيف وظريف على قلوبكم. ما تبخلوش عليا بدير بالاشتراك معي في القناه والضغط على زر الجرس باش توصلوا باي جديد كنحطو ان شاء الله. خليت لكم راحه البال والله يعطيكم كل ما تمنوا ان شاء الله.